كيبدا الفيلم في ميريزكو، لا ماشي ديال المغرب، ديال الماريكان. كنشوفوا الممرضه ولات التربيه لباها مع شافح قد ما كراش يقول له لوحه في الزبل، حيت كان باغي ولد لكن تزادت عنده بنت. هذه اللي معاه زينيه مراتو هي اللي يلا ولدت ديك البنت وخرجه عادي بحال ما كاين والو. حنا عندنا كتولد لما جابوش لها رشفيسه والسبيطار يولي خانز بالمساخن ما تخرجش. خونا لاه بنتو في الكفر وحاقد بحال خاسر في اللوطو. خونا معروف بسوقانو العوج اللي شافو كيخوي لي الطريق خوفا عن ارواحهم. المهم وصلوا للدار ونساو ماتيلدا في الطوموبيل. لا عائله محترمه دازت فتره وبدات تكبر ماتيلدا وكيبان عندها ذكاء خارق، لكن العائله المحترمه ما رديش البال لهادشي. دازت 4 سنين وكنشوفوا ماتيلدا كتلبس الراسه وتمشط الراسه. العائله ما مثالياش، كنشوفوا العائله خرجوا كاملين وخلاو ماتيلدا بوحدها في الدار، لكن هي قاده بشغلها، صوبت فطورها وكتقرا الجريده وخا عمرها دخلت المدرسه. جا الليل مشات ماتيلدا عند با طلبات منه يشري لها شي كتاب، لكن خونا قمعها وقال لها سيري تلعبي انت باقا صغيره. خونا كيعرف يضربها المرقه ويتفرج. ماتيلدا هنا غتعرف ان التفكير ديالها ماشي بحال التفكير ديال عائلتها. الصباح الثاني كنشوفوا ماتيلدا غدا للمكتبه العامه بوحدها، لكن شيبانيه استغربات حيت جايه بوحدها، لكن غير دوات معها عرفات انها ذكيه بزاف وعطاتها كتوبه باش تقراهم. داز عامين وكنشوفوا ماتيلدا كتشوف الدراري اللي في عمرها كيلعبوا، لكن ما كتحس براسها باغا تلعب، كتلقى راحتها غير في قراءه الكتب. جا الليل وكنشوفوا المداصص ديال با دخل عندها للبيت، قال لها اش هاد الكنانه مدوره بك؟ قالت لي خديتو من المكتبه. هنا قالت لي دخلني للمدرسه، قال لها راكي باقا صغيره، لكن فكراتو وقالت لي عندي 6 سنين ونص. ما تيقاش ودها عند ما باش يتاكد، لكن ما هي مقلوبه على القفه ما عارفاش. راه قلت لكم عائله محترمه. هنا ماتيلدا بقى فيها الحال بزاف حتى هي بغات تقرا بحالها بحال الدراري. النهار الثاني كيبان لينا بابات ماتيلدا داخل فرحان حيت تباعوا ليه بزاف ديال الطوموبيلات قدام. هنا غنعرفوا ان هذه هي الخدمه ديالو. هنا غادي يختبر ولده باش يحسب ليه الارباح، لكن ماتيلدا غتعطيه جواب في ثانيه. هنا ما فهم والو ويقول لها شفتي الجواب في الورقه اللي عندي. هو يدار 6000 بيشه مقلقه. ناضت بكري في الصباح باش تنتقم من با، دارت ليه ديكاباج في الزيت ديال الشعر اللي كيستعمل ورجعات كتسلت لبيتها. خونا دار الزيت بان ليه المنظر صفر وكلشي زعر. العقروشه ديال مرتو غوشاش بحال شافت قباط الرواح. البرهوشه بيني وبينكم بردات ليا فيه الغديد. خونا ما بقاش كيخرج بلا طربوش. النهار اللي من وراه غيدي معاه ولادو للكراج فين كيخدم، وغيكون هاز معاه قطع سيارات بيريمي ماشي اصليه، وهنا غيكونوا حاضين ومالين الوقت. ملي غيوصلوا غيعلم هاري ولادو كيفاش يركبوا بياس ماشي اصلي للطوموبيل ويبيعوه على اساس انه اصلي. لا نعمه التربيه. هنا غتقول لي ماتيلدا هادشي ما مزيانش ومخالف للقانون. هنا غيقول لها دا في راسك البرهوشه. انا ما عجباش الحال وهي دير لي الكوله في الطربوش. هاد البرهوشه هي اللي خرا ليه. هنا كنشوفوا العقروشه ديال ما جات عندهم باش يمشيو يتغداو. مع وصلوا الريستو حاول يحيد الطاقيه لكن والو ما بغاش تحيد ليه. جات مرتو باش تعاونو لكن غترول الحفله غتريب. هادي ديال جاي كحليه عماه. ومولات الزبيل كانت فرحانه وكتموعش مع الطبق ديالها. هنا مرتو كتطر تقطع ليه الطربوش. جا الوقت باش الاب يتفرج في الفيلم ديالو. هنا قال لي نطفيو الضو وما نبغيش شي حد يدوي، لكن ماتيلدا ما طفاتش الضو حيت كتقرا. هنا خونا تعصب وشاد رجلها الكتاب. ماتيلدا تعصبات ديال بصح وخرجات عينها في التلفازه وهي تفرقع. خونا ما فهم والو بقى غمصدوم. واحد النهار هاري غيكون في خدمته حتى غتجي عنده وحده سميتها اغاسيا مديره مدرسه باش تشري من عنده طوموبيل. هنا غيستغل الفرصه وغيقول لها غنقص عليك في الثمن وقبلي بنتي عندك في المدرسه. رجع للدار قالها لماتيلدا وهذا غيكون اسعد نهار في حياتها. الليل كامل ما نعساتش بالفرحه. وصلات ماتيلدا للمدرسه بانت لها دايره فحال شي دار مهجور، وشافت المديره لازين لا منظر. هنا ماتيلدا ما ارتاحتش، لكن دغيا تاقلمات وتعرفات على هاد جوج دريات اللي قالوا ليها ان المديره عصبيه وما كتحملش اللي كياكل الحلوى. وسبحان الله غير جبت الزروطه يبان الكلب. ختنا ما مقبوله السماوم على وجوههم. قصدات واحد البنت بقات كتخوت عليها حيت كانت دايره ضفاير. هنا ماتيلدا ما فهماش والو. من بعد دخلوا للقسم وكترحب هاد الاستاذه الزوينه اللي سميتها هاني بماتيلدا، وقالت للتلاميذ الاخرين عاونوها الا احتاجت اي حاجه. وماتيلدا ارتاحت لهاد الاستاذه. هنا ارتاحت شويه. هنا قالت لهم الاستاذه جبدوا الادوات وبدات تعطيهم عمليات في جدول الضرب ولقات كلشي عارفهم. هنا بغات تضحك معاهم وعطاتهم عدد كبير يضربوا في عدد كبير، وماتيلدا عطاتها الجواب في ثانيه. ختنا عندها كالكيلاتريس في دماغها. هنا الاستاذه ما فهماش والو تاكدت من الاجابه ولقاتها صحيحه. هنا الاستاذه قالت لها كي درتي لها وهي تجاوبها ماتيلدا من صغرك تعجبني القرايه وقريت جميع كتب الرياضيات اللي في المكتب. الاستاذه ديك الساعه غتمشي عند المديره وغتقول لها ان ماتيلدا ذكيه وكبر من عقلها، نقلها لشي مستوى اعلى من هذا. لكن المديره الميكروبه قالت لها غتكوني ما بغيتيهاش حيت كدير لك صداع كما قال لي باباها وجرات عليها. من بعد كنشوفوا ماتيلدا راجعه من المدرسه وشافت البوليس واقفين حدا دارهم. ما تماتش ومشات عند العقروشه عمها باش تعاود لي على المدرسه، لكن ما باترون كتعرف على الماكياج والتليفون ما على بالهاش.
في الليل كتجي الاستاذه عند هاري باش تقول لي على ذكاء وعبقريه بنته، لكن اكتشفات ان العائله المحترمه ما على بالهاش بشي قرايه، وداو ماتيلدا للمدرسه غير باش يتهناو منها. هنا الاستاذه خلات لها كتاب ومشات. نهار الثاني كنشوفوا المديره جامعه الدراري وعيطات لهاد المبطبط عيراتو حيت كلا لها الكيكه ديالها، وباش تعاقبو جابت لي كيكه كبيره وقالت لي كملها ولا نعاقبك، والمبطبط بقى كياكل حتى وقف صقع الرقه اليوم يعرض على الحناش. لكن ناضت ماتيلدا وصحابها يشجعوه، خونا تحمس حتى من التبصيل لحسو. هنا المديره تعصبات وعاقبت كلشي. هنا ماتيلدا رجعت من المدرسه معطله وشافت البوليس باقيين عاسين عليهم. هنا مشات قالتها لباباها ويقول لها ما كاين والو غير كيتخيل لك. الصباح الثاني كنشوفوا ماتيلدا هي وصحابها حدا المدرسه كيقلبوا على حيوان سميتو السمندر المائي وكيحطوه في الماء. هنا المديره عيرات ماتيلدا حيت باباها باع عليها طوموبيله خرشاشه، وهنا قبل ما تدخل المديره للقسم خباو داك الحيوان اللي شدو وخباو الاعمال الفنيه اللي داروا. الاستاذه كتحيد لي من الطفيرات باش ما تعصبش عليهم المديره. دخلت المديره للقسم والبعلوكه حطات الكاس اللي فيه داك الحيوان فوق البيرو. شويه كتلاحظ الاستاذه ان ماتيلدا ما كايناش حيت كانت ساده على المديره. قلبات على الاستاذه حتى لقاتها وجابتها. هنا المديره طلبات من هاد التلميذه تسجل لها جمله، لكن البعلوكه بدات كتغني حيت ما كتعرفش تقرا. هنا دوراتها في الاستاذه وكبات لها كاس الماء باش تبرد على راسها. بداو كيضحكوا على التلاميذ حيت شويه كانت غضرب حيوان مسكين ما داير والو. هنا المديره قالت لماتيلدا اكيد انت مولات ثعلة، لكن ماتيلدا قالت لها انا ما درتش والو، وبقات كتشوف في الكاس حتى تفرقع وكلشي بقى كيضحك على المديره. هنا ماتيلدا كتاكد باللي عندها قوه خارقه. هنا المديره قالت لي من المره الجايه ما غيعجبكم حال. ماتيلدا مشات عند الاستاذه وقالت لها انا اللي حركت الكاس، وحطات الكاس حاولت تفجر ولكن والو ما قدراتش. فسالت الحصه الاستاذه دات مع ماتيلدا، وفي الطريق شافوا الدار ديال المديره اغاتا، ولاحظت ماتيلدا ان عندها ارجوحه وهي عارفه ان المديره ما كتحملش العاب. هنا الاستاذه قالت لها هذا بيت عائلتي وماما ماتت وخلاتني عندي غير عامين، وبابا جاب خالتي اغاتا اللي هي المديره تقابلني، لكن ما كانتش كتعاملني مزيان. ملي كانت عندي 5 سنين مات بابا، وهنا هربت من المعامله ديال خالتي وسكنت في هذا الكوب. هنا الاستاذه قالت لماتيلدا غيجي واحد النهار وغتلقاي اللي يقدر الذكاء ديالك. بركو يفطروا، وقالت لماتيلدا ان المسمومه ديال المديره ما بغاش تعطيني حتى من تصاور مع والديا باقيين عندها. هنا اقترحت على ماتيلدا يمشيو لدار عائلتي يجيبوا حوايجها. من عند ديك المسمومه هنا الاستاذه تحمسات وعجباتها الفكره. مشاو للدار ولقاو المديره يلا غتخرج. غير دخلوا للدار الاستاذه شافت الصندوقه اللي كان بابا كيحط لها فيها الشوكولات، وقالت لها ملي مات بابا ما بقاش كتخليني اغاطا ناكل منها. هنا الاستاذه ما سدات الصندوقه مزيان وطلعوا للفوق باش يكتشفوا شنو كاين. شويه كيسمعوا المديره كدوي في التليفون مع بابات ماتيلدا وكتغوت عليه حيت باع على طوموبيل ما خداماش. هنا غتلاحظ الصندوقه محلوله. هنا الاستاذه قالت لماتيلدا انت هربي من باب الكوزينه وانا غنخرج من باب الجرده. هنا ماتيلدا ما بغاش يتحل لها باب الكوزينه، وجات الاستاذه في اخر لحظه ونقداتها وتخباو في الجرده حتى مشات المسمومه ديال المديره. ملي رجعت ماتيلدا للدار لقات با مدوره بها البوليس وكتسحبوا مندوبين المبيعات. فاش رجع با تعصبوا باش يزيد يعصبوا البوليسي، قال لي مراتك اهتمات بينا اكثر ما كتهتم بك، وقال لي نسم هذا دقتم. هنا بغى يبرد غدا يدوف ماتيلدا حيت خونا كياكل الخليع من مرتو، لكن ماتيلدا تعصبات حتى تردخ الباب غير بوحدو. هنا غتعرف ماتيلدا ان القوه الخارقه اللي عندك تعتمد على احساسها بالغضب. النهار الثاني بغات تجرب القوه الخارقه ديالها، تفكرات هضرات باها باش تعصب وقدرات تقاد فطورها وتاكلو بلا ما تحرك يديها. ختمه تحمسات كثر واي حاجه بانت لها في الدار كتحرك حركاتها وهي عايشه السعاده. شويه بانوا ليها البوليس قاص ديال الكراج ديال دارهم وعرفاتهم دايرين لهم كاميرات مراقبه كدليل باش يغبر باها السقف. هنا قصداتهم ماتيلدا وقالت لهم ما عندكمش الحق تدخلوا وانتم ما عندكمش امر تفتيش. هنا تعصبات وركزت على طوموبيلتهم حتى تحركات. كيفاش دارت لها الله اعلم. هنا البوليس تبعوا الطوموبيل وهي تاخذ تسجيل ديال الكاميرا ولاحشوا في الزبل. بالليل قررت ماتيلدا تمشي للدار ديال المديره وتجيب المونيكا ديال الاستاذه باش تفرحها. هنا طلعت وقدرات تحشر جنب القوه ديالها وخدات المونيكا، لكن ملي بغات تهبط طاحت لها الباندا اللي في شعرها. كانت غاده وبانت لها المديره كدير الرياضه. سميت هاد الرياضه الله اعلم. هنا ماتيلدا باش تنتقم الاستاذه خدمات القوه ديالها وطفات الضوء وحركات العقرب ديال المكانه وطيحات التصويره ديال المديره ودارت بلاصه التصويره ديال بات الاستاذه. هنا خدنا نركب فيها الرعب. ماتيلدا بغات تبين لها انا شبح بات الاستاذه هو اللي رجع وكيدير هذا الشيء. هنا المديره نرفعوها غير رجليها. هربات وهي غاده لقات ديك الباندا ديال ماتيلدا وعرفات باللي كان شي حد هنا. الصباح الثاني ماتيلدا عطات المونيكا للاستاذه وفرحات بها، لكن ما كملاتش الفرحه.
حيت المديره قالت لها اليوم غنجي عندكم للقسم. هنا كيف العاده حيدوا اي حاجه ملونه من القسم. هنا ماتيلدا حركات كاس ديال الماء باش تبين الاستاذه القوه ديالها. الاستاذه ما فهماش والو، بقات غير مصدوم. هنا دخلت المديره ووقفاتهم كي العسكر وبدات تهدد فيهم. هنا سولات ماتيلدا على الباندا ويش خدم القوه ديالها وكتبات في السبوره رجعي الدار لبنتي خويا المدينه، على اساس ان الشبح ديال بات الاستاذه هو اللي كتبها. هنا المديره تبهدلات وولات حالتها حاله ما نفعوها غير رجلها عاوتاني. هنا هربات وخوات المدينه. هنا كتبان لنا الاستاذه عرضات على ماتيلدا من بعد ما ردات دارها. شويه كتبان لنا العقروشه ديال ما جاو باش يديو ماتيلدا حيت غيهربوا من المدينه قبل ما يشدوهم البوليس، لكن ماتيلدا كانت موجده اوراق التبني باش تبقى عايشه مع الاستاذه ديالها. هنا ماتيلدا عاشت بسلام مع الاستاذه، والاستاذه ولات هي المديره جديده وغتبدل حياتهم 180 درجه. وهنا غيسالي الفيلم ديالنا، وفيلمنا غيمشي من واد لواد، وانا غنبقى مع المتابعين الجواد. اخواني اللي عجبكم الكونسيبت ديالي ديروا ابوني وديروا شي جيم باش نزيد نكمل. ان شاء الله هو الخوت.